السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما وعدتكم بجديد إن شاء الله، راني هاني وفيت بوعدي. جبت لكم وصفة حصرية في قناتي، إن شاء الله تعجبكم البنات. هذه الكعكة ولا التورتة بالكريمة، روعة روعة، توالم للصيف البنات، جربوها ومش راح تندموا. بإذن الله البنات راح نزيد نقدم لكم الجديد والحصري في قناتي. تبعوا الوصفة الأخير وما تبخلوش علينا بلي جا منكم. نبداو على بركة الله. بالنسبة راح نبداو بالعجينة إن شاء الله. عندي هنايا زوج حبيبات تاع البيض هكذا، نقصهم هنا هكا. راح ندير عليهم هادو 5 مغارف كبار تاع السكر. نمشي نفهمكم مليح. هامليك 5 مغارف تاع السكر، 4 5 هكذا. ندير شويه فاني هنايا، هذه لا فاني. ندير مغرف كبيره معليهش هكذا. وندير القرصه تاع الملح، قرصه صغيره برك البنات، هكذا قرصه صغيره فقط. نخلط هذوما البيض مع السكر، نخلطهم مليح هكذا البنات. نزيد لكم شويه هكذا. خلاص هكذا هاني خلطتها مليح. واش راح ندير دوكا؟ عندي هنايا 4 مغارف تاع زبده ذايبه، شوفوا بصح ما تكونش سخونه ولا. هذو 4 مغارف كبار راني نسيهم لك هكذايا، نديرهم لكم بالمغرف باش تشوفوا. 2 3 المغرف الرابعه. وعندي 4 مغارف تاع الزيت هكذا، 1 2 3 وهذه الرابعه هكذا البنات. ندير هذو مع هكذا، نخلطها، نحاول نخلطها مليح كيما راكم تشوفوا هكذا. سمحوا لي تشوفوا نطلع شويه هكذا. ندي هذه الماعن منها باش ناوش. نجيب فارينه قدامي هكذا، نخلطها. خلطوها البنات مليح باش تنحاو هذوك هكذا. ونبدا نخلط هكذا. ندير الفارينه. شوفوا البنات ما ديروش الفارينه ضربه واحده. بكره راح نوريكم القوام تاع العجينه كيفاش يجيكم. هاكا راهي تجيكم هذه الطرطه، الله يبارك، تجي ما شاء الله هاكا. كنت ديجا درت طرطه كيما هذه، درتها بالتفاح الله اعلم، بصح هذه راني درت لكم طريقه جديده، حبيت نديرها باش توالم الصيف وباش تكون عندكم جديد دائما. شوفوا كيفاش خلطتها مليح هنايا. الضربه الاولى خلطوها هكا، شوفوا شو البوماد، ومن بعد نزيد نبداو نضيف في الفارينه هكا. هذه الفارينه راهي مغربله وكلش البنات، ما راح نديروا لا خميره لا والو، راح نديرها هكاك بصح تجيكم ما شاء الله البنات. هذه الطريقه راني درتها هنايا، تما ما راح تصيبوها منا لا منا هكذا. دوك نبدا نخلط بيدي انايا السكر، نكمل عفوا نكمل نزيد نخلط هكا ونضم. راح تشوفوا تجيكم سهله البنات ومش راح تكلفكم ابدا. هكذا شوفوا هاي بدات تتلمد لي العجينه البنات، بس راح نقسمها دوكا، نقسمها على زوج. هذه العجينه نخليها ترتاح قبل هكا. هادو التحليات ولا غير يولمونا في الصيف ما شاء الله. شغل انا هذه درتها للسهره، ما درتهاش قهوه حليب ولا، درتها للسهره البنات هكذا. ونزيد لها شويه مازالت، شوفوا مازالت شويه فقط. انا ندير غير بيدي هكا كميشه
ونبدا نجمع البنات. حاولوا انكم الفارينه دائما انا نخافها، خاطش كاين فارينه اللي تشرب وتحصلوا فيها، وكاين فارينه اللي ما تشربش. نبقاو نديروا غير بالعقل. شوفوا الفارين، شوفوا القوام تاعها كيفاش جاي، ما يبستهاش يعني، راهي طريه ما شاء الله. شوف ماشي طريه يعني تقدري تخدمي بها، ما راهي تتلاصق ما والو، بصح مليحه. ها دوكا البنات انا نخليها هكا ونديرها ترتاح. نجي نخمل هذه الحاله، نغطيها ونخليها ترتاح البنات واحد 5 دقائق برك، وماشي زعما ترتاح 5 دقائق برك باش نقدر نحلها، ومن بعد نولي لكم البنات. نبداو نخدموا في العجينه تاعنا. شوفوا البنات هنا راح نقسمها على زوج هكذا، يعني راح ندير هكا. راح نحل هذا، ووجدت سنيوه هذه اللي غلفتها هنايا، هذه اللي تاع لي تارت غلفتها هكذا. راح نحل هذه ونديرها هنا، وهذه الكميه اللي بقات لي راح نديرها في الكونجيلاتور البنات. دوك تشوفوا الطريقه علاش راح نديرها في الكونجيلاتور، من بعد نوريكم. هنا نخدم هذه بصح من بعد الزياده نزيد لها شويه، ومن بعد الزياده راح نرجعها هنايا هكذا البنات. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه. دوك انايا نحلها بالحلال. انا هنايا درت بابي كويسون خير احسن واحسن، ونخدمها براحتي خير من تكون في بلون دو طرافاي ومن بعد ما تعرفيش كيفاش ترفديها. ولا حبيت نديرها لكم هكا احسن، دار فيا الحال هكذا. نرقوها شويه هكا، نحاولوا ان نسقموا الطرطه تاعنا ونشوفوا اسكو تجي في السنيوه تاعنا هكذا. دوكا هذيك الزياده كاع مش راح تروح باطله، نديروها مع العجينه الاخرى في المجمد باش تجمد لنا مليح. نجمدوها مليح البنات. هكذا البنات انا حليتها بهذه الطريقه. نجيب السنيوه تاعي هاني مغلفه، هذه الرونديله هكا مغلفتها هكذا، ونحط هذه نحطها هنايا بهذه الطريقه. شوفوا البنات راح نحطها باش تجيكم ساهله بهذه الطريقه هكا. ما يهمش الا هربت لكم هكا، بس راح نخدمها نعاود نخدمها بهذه الطريقه. ها هذه الزياده كاع راح تتنحى وتعاود ترجع منا. خدموا نحو كيما هذه، نحو ولصقوا من الجوايه. ها شوفوا البنات كيفاش جات هكذا. دوكا نخليوها تجي ونروحوا نخدموا الكريمه تاعنا. هنايا في الكسرونه عندي هنا درت زوج كيسان حليب، وهذا الثالث، يعني عندنا 3 كيسان حليب هكا. راح نسهل لكم الكريمه قد ما نقدر. هنا عندي 6 مغارف مايزينا، نكيرهم لكم هكا معليش. ها 1 2 3 4 5 هذه 6. هنا عندي 5 مغارف تاع سكر، 1 2 3 4 5. وهنا عندي قولوا مغرف كبيره معليش تاع خميره، انا ندير خميره عفوا لافاني، ندير مغرف كبيره معليهش هذا. نجيب الفول باش من بعد نخلط هذوما. هنا نخلطها هنا بارد في بارد هكا بالفوي. شوفي ديزا اللي سقط نخلطها بالفوي. نحي هذيك المايزينا اللي تكون تحت كاع نحيها باش ما تلصقنيش هكذا. خلوها حتى تجمد، احنا نحركوا فيها حتى تجمد. هذه العجينه تاعنا نحطوها شويه ثاني الفريجيدار حتى نكملوا الكريمه تاعنا هكا. هنا بدات تجمد لي، تخلوهاش البنات لازم تحركوها هكا بالفوي باش ما تلصق لكمش لتحت. نبقى نحرك هكا
واللي عندها كسرونه كيما هذو اللي ملولين وكاع تستعمل فوي تاع السيليكون هذوك احسن. هذو راهم يخبشوا لكم هذا انا ما عنديش تاع السيليكون. هاي بدات تجمد لي هنايا نزيد نكمل هكا. نشوفوا كيفاش بدات تجمد. خليها حتى تجمد لي مليح مليح هكا. هاي جمدت. شوفوا شفتوا شحال حطيتها لها. هيا سيبو هكا. هنا وهي سخونه راح نزيد لها واحد المغرف تاع زبده. انا الزبده هذيك اللي بقات لي هكذا راح ندير واحد هذه المغرف هكا هكا ونخلطها مليح. ونروح نجيب العجينه تاعي ندخل مليح الزبده هذيك. شوفوا القوام تاعها كيفاش راهي شاهي. بسم الله. هذه الكريمه نقسمها على زوج. دوك نفهمكم علاش. حندير النص نمشيه في العجينه هكذا. راح تجيكم طريقه جديده هاك. وهذا اللي راه قدامي راه الفوغاج. غير ديك النهار قلت لكم راح نخدموا به تحليات بزاف. قريب نكملوا. ومن بعد واش راح نديروا؟ راح نفرغوا هذا الفوغاج. شوفوا ما بقاليش بزاف. راح نديروا كاع هنا هكذا هكذا. تحب تضيف مكسرات ولا اي عفسه هكا مكسرات جوز لوز شغل تدششهم شويه وتحطهم لداخل زياده الخير خيرين. نحطوها هكذا ونزيدو نديرو الطبقه تاع الكريمه بهذه الطريقه. كنا نحطها غير بالعقل. اللي تحب تستعمل لابوش هذه في هذه المرحله تستعملها. ماشي فيها هذيك. هي من الاحسن انكم ديروا لابوش هذوي وتبداو تخدموا. كما خصتني انا الكريمه نزيد نخلط شويه هكا ما كفاتنيش. هنا البنات شوفوا زدت طيبت كاس حليب واحد اخر باش نكوري بها ونكمل ليه هكذا. البنات زدت درت كاس حليب، 2 مغارف مايزينا، 2 مغارف سكر، ومغرف صغيره تاع لافاني هكذا البنات. يعني اول مره نديرها ما عرفتش الكيل تاع المايز اسمه ما يكفي هكذا. دوك نسقمها انا مليح، نسقمها شويه شويه خاطر مازالت عندنا نزيدو نديرو طبقه تاع العجينه اللي رانا دايرينها. ما تنساوهاش اللي رانا دايرينها في الكونجيلاتور. خليها تجمد بيان باش نقدر نسكرفجها بس راني راح نسكرفجها من الفوق. شوفوا البنات العجينه تاعي بردت مليح. زدت لها مغرف تاع فارينه هكذا الامانه. شوفوا كيفاش راهي نشفتها من هذيك خاطر الشيشه بزاف. نشفتها شويه ونجبد بالمرصو. اللي تحب تخليها تجمد تساعدها. مي انا كي راني مزروبه ما خليتهاش تجمد بزاف. دوك نبدا نسكرفج فيها فوق لاباط تاعي بهذه الطريقه. نسكرفج في الفرمات ولا كيما شغل هذيك الحلوه تاع بكري حلوه تسكرفاج. نحاول كاع نديرها كاع من الطرف نعمرها مليح. دوك نجوز عليها كومبلي هكذا ونكملها كومبلي البنات. نغطي هذو الحواشي كاع. هنا هي مازالت فارغه لازم تتغطى كومبلي. ودوك نولي لكم باش ما يطوليش برك الفيديو كذا. حبيت نشكر برك البنات اللي راهم يحضروا معايا في اللايف وهم يشجعوني ويعطوني طاقه ايجابيه. نقول لهم بارك الله فيكم، ربي يجازيكم اسم كلكم. راني متفكرتكم وراني دائما ندعي لكم. يعني كاين بنات ما نقدرش نذكرهم اسم والله لكم قبولاتي الحاره. شكرا جزيلا لكم. ربي ان شاء الله في ميزان حسناتكم. راهم يشجعوني دائما حتى واللي راهم يدخلوا قناتي ويعطوني تعليقات ايجابيه. نقول بارك الله فيكم، ربي يجازيكم جميعا. هكا راكم تحفزوا فيا باش نزيد ندير لكم وصفات واحده اخرى. شوفوا هنايا بعد ما كملت هكذا مام هذه دوك نرفدها كومبلي هكا ونديرها عادي. هنا راح نشعل عليها الفرن من تحت، نحمرها من تحت ونزيد نحمرها تحميره من الفوق.
البنات هنا خليتها بردت مليح مليح، خلوها تبرد 2 سوايع 3 سوايع باش تقطعوها. لازم تبرد البنات، ديروها في الكونجيلاتور الفوق وخلوها. وهنا راني نقطع فيها البنات، راهي نوصيكم ما تقطعوهاش وهي سخونه هكذا. لازم تبرد، خلوها 3 سوايع 4 سوايع، المهم تبرد هذيك الكريمه لداخل تجمد. شوفوا البنات كي قطعتها خرجت لي نتيجه ما شاء الله، ما نقدرش نوصف لكم كيفاش البنه تاعها، يعني خرجت روعه، ما كنتش نتوقع هذه النتيجه. جربوها البنات على ضمانتي وشجعوني باش نزيد نمدلكم من الجديد الجديد حبيباتي. البنات نسيت باش نقول لكم كي تخرجوها وهي سخونه رشوها برشه خفيفه تاع سكر غلاسي هكا باش يشد لكم، ودخلوها في الكونجيلاتور. استودعكم الله حبيباتي الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.